دلوقتي الحكومه عملت مبادره قالت لك تدفع $7000 او 7000 يورو ما تدخلش الجيش. وناس متضايقه وان ده كده مش عدل وبتاع. لا مش عدل ازاي؟ عدل جدا يا حبيبي، عدل جدا. هو اللي هيدخل الجيش ده اي بني ادم هيدخل الجيش هيديك انتاجيه اكتر من 7000 يورو في السنه، هيديك انتاجيه اكتر من 600 يورو في الشهر. ليه؟ واخد ايه؟ اينشتاين هيعمل ايه؟ هيخترع دبابه؟ ما فيش بني ادم مواطن، ما فيش واحد حديث التخرج انتاجيته هتزيد عن 600 يورو في مصر نهائي بقى في الجيش. ده يعني واحد هيقف محل جمبري، واحد هيقف خدمه في حته يحرس بوابه، ده انتاجيه يعني اقصى انتاجيه جوه مش هيبقى متوسطهم 600 يورو في الشهر. وبعدين العيال دي كده اللي معاهم الفلوس دي بيبقوا العيال اللي هم بتوع الوسايط وبتاع، فالعيال دي كده بيروحوا في حتت مش جامده ومش انتاجيه عاليه، فانت كله كسبان من القصه دي، كله كسبان من القصه دي. طب انت معكش فلوس تقول طب واشمعنى انا اقول لك بقى تعمل ايه بقى من دلوقتي. تشتغل، اقسم بالله ببهرك، انت تشتغل وانت في الجامعه علشان في ال5 سنين بتوع الجامعه تحوش ال7000 يورو دول لحد اما تكملهم وتخرج. تقول لي ما انا لما هخرج مش هاخد 7000 يورو. اقول لك لا، انت بتحسب متوسط اللي انت هتاخده في حياتك العمليه كلها اللي هم 40 سنه من 22 ل 62 متوسطهم حاجه و40، هتكون بتطلع اكتر من 7000 يورو في السنه. هتقول لي ما انا مش عارفه ايه، هقول لك لا صدقني هيجي عليك يوم وهتتمنى تدفع مرتبك كله وتشتري شهر. فانت محتاج النهارده اشتري عمرك بالمبلغ ده، اشتغل واعمله. خلاص لقيت نفسك معكش غير 5000 وفي اخر سنه دبلر، والله العظيم تدبلر وتشتغل بره وتاخد خبره احسن من الناس. اصل انت ما بتدخلش الجيش سنه، انت ممكن تدخل كمان 3، ممكن تدخل 3، فده نفس السنين. ده غير انك انت بقى مش سنه بس، انت سنه وبعدين بتستنى دورك يجي، وبعدين عقبال لما يجي مش عارف في الاخر بتقفل على سنه ونص. لازم تعمل كده. الوحيد اللي مفشوخ بعدين على فكره اقول لك حاجه، اللي بيدفع الفلوس، احنا بندفع الفلوس دي غيرك بقى بيستفيد. ما هو الجيش بياخد الفلوس دي بيصرف بقى على العيال اللي داخلين مش قادرين يدفعوا، فالعيال دي هتاخد حياه احسن خلاص ودخل للبلد. اللي اتفشخ في الحوار ده كله بقى النوادي بقى اللي زي طلائع الجيش. نادي طلائع الجيش ده على ما اذكر في يوم من الايام اخذ وليد سليمان عشان كان عليه تجنيد، اشتراه من نادي تاني بعقد ثمنه جنيه. ليه؟ لانه الواد عليه تجنيد، فلازم حسني عبد ربه كان تجنيده هيبوظ في يوم من الايام، غير ان اتدخل باين مش عارف مين اركان حرب عشان يخلي الواد يسافر ستراسبورج. فمفيش بقى العمليه كده لبس. طب هنحل الموضوع ده نادي طلائع الجيش ازاي؟ يبتدي نادي طلائع الجيش بقى يدفع للعيب اكتر. يعني يجي لعيب مثلا في الاهلي عليه تجنيد يدفع ال7000، يقول له طب هندي لك 10000 وتدخل جيش. يقول لك طب هدفع 12، تدخل في مزاد كده لحد ما نشوف مين اغنى، اللاعب ولا نادي طلائع الجيش. وهكذا جمعيه ودايره جمعيه ودايره. سيبوا الناس تاكل عيش. وانا شايف ان دي مبادره لذيذه صدقني والله. يعني زي ما قلت لك كده، اشتغل وجمع، ما قدرتش دبلر، اشتغل وجمع ما قدرتش دبلر. انا خلصت جامعه في 7 سنين ولبست جيش كمان، لبست في كله. احمد ربنا انك انت مش هتبقى زيي، صباح الفل.